أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم داخل القاعة خوضه لمباراتين وديتين أمام المنتخب المغربي للفوتسال في إطار الاستعدادات لكأس العالم داخل القاعة، والذي سينظم في دولة أوزبكستان خلال الفترة الممتدة ما بين 14 شتنبر و6 أكتوبر من هذه السنة. وسيواجه المنتخبين بعضهما في مباراتين وديتين يوم الاثنين 12 غشت و14 من نفس الشهر بالعاصمة المغربية الرباط. وفي نفس السياق تم اختيار المنتخب المغربي للفوتسال بقيادة الإطار الوطني هشام الدكيك كأفضل منتخب في العالم داخل القاعة حسب الموقع العالمي فوتسال بلانيت المختص في رياضة كرة القدم داخل القاعة. للتذكير، فالمنتخب المغربي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للفوتسال، والتي ستنطلق أطوارها ابتداء من 14 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2024، ويتواجد رفقة أبناء هشام الدكيك كل من المنتخب البرتغالي والبنمي والطاجكستاني. مواعيد مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في كأس العالم للفوتسال 2024. مباريات المنتخب المغربي للفوتسال في كأس العالم 2024: سيواجه المنتخب المغربي في الجولة الأولى نظيره الطاجيكي يوم الاثنين 16 شتنبر 2024 في تمام الساعة 15 بتوقيت غرينتش 16 بتوقيت المغرب. وسيلاقي المنتخب الوطني في الجولة الثانية منتخب بنما يوم الخميس 19 شتنبر 2024 في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش 13:30 بتوقيت المغرب. وسيختتم المنتخب المغربي دور المجموعات بملاقاة نظيره البرتغالي يوم الأحد 28 شتنبر 2024 في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش 13:30 بتوقيت المغرب. وكانت قرعة كأس العالم للفوتسال أوزبكستان 2024 قد أوقعت المنتخب المغربي للفوتسال في المجموعة الخامسة إلى جانب طاجكستان، بنما والبرتغال، بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي.